عميلة سرية بتتميز بقدرات كبيرة جدا لدرجة انها بتقدر تقوم بمهمات في فرق بالكامل ما تقدرش انها تقوم بيها، وبتقع في موقف لا تحسد عليه. ابوها بيتقتل قدام عينيها من شخص مجهول، وده بيربي جواها غريزة الانتقام من وهي طفلة، وعشان كده لما بتكبر بتقرر انها تكون محاربة بقدرات عالية علشان تقدر تنتقم من اللي قتل ابوها. وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما ننساش نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. وبيبدأ فيلمنا وبنشوف ساعتها واحدة التليفون بتاعها بيرن، واللي بيرد عليها بيقول لها ان النورس في مكانه جاهز. وساعتها بنعرف ان اللي بتتكلم دي تبقى العميلة أجني، اللي بتبقى عميلة سرية وبتخلص العمليات اللي محدش غيرها بيقدر انه يقوم بيها. واول ما النورس بيقفل بتبدأ أجني انها تجهز نفسها وتحضر اسلحتها وبتتحرك على المكان المتفق عليه، وبيكون معاها في السماعة القائد بتاعها واللي بيديها المهمات والأوامر. وساعتها القائد بيعرفها ان ما قدامهاش اكتر من 3 دقايق لازم انها تدخل وتخرج فيهم ومعاها اللي هم عايزينه. وفعلا بتوصل أجني وبتقابل النورس، وقدام المكان اللي لازم يدخلوه بيكون في قوات بيشتبكوا هما الاتنين معاهم بإطلاق النار، ولكن أجني والنورس بيقدروا انهم يخلصوا على اول مجموعة اللي بتقابلهم بره، وبعدها بيكملوا طريقهم لجوه. والقتال ابتدى يتحول للمدى القريب، وبتخرج أجني السيف بتاعها وبتبدأ انها تكمل به مع باقي القوات. وبنلاحظ مدى براعتها المتناهية في انها تقضي عليهم على الرغم من عددهم واسلحتهم، وبتكمل قتالها مع مجموعة تانية. ولكن اثناء ما أجني كانت بتقتل في كل اللي حواليها بتتفاجئ ان النورس اخد طلقة وراها، وعشان كده القائد بيديها امر بانها توقف العملية دلوقتي. بس أجني مش بتقدر تنفذ الامر وبترجع له علشان تحاول تنقذه، بس هو بيطلب منها انها تقتله لانه كده كده هيموت. وفعلا أجني بتقتله وهي حزينة جدا، وبتقرر انها تكمل المهمة، وده الشيء اللي بيعصب القائد جدا. وبتبدأ أجني في قتل كل اللي يقف قصادها ايا كان، وبيكون القائد شايف كل ده وشايف أجني لما راحت للمحاسب واخدت منه الفلاشة اللي كانوا عايزينها. ولكن وهي خارجة بتلاقي في أوضة فبتفتحها وبتلاقي وراها عدد بنات كبير جدا، وعشان كده بتطلب الدعم علشان يجي بقوات وعربيات ياخدوا فيها البنات دي. وساعتها اللي بيرقص القائد بيهينه وبيقول له يعود العاملة بتاعته بعد كده انها تنفذ الأوامر. وبترجع أجني على المكان اللي عايشة فيه بأكتر من جرح، ولكنها بتعالجهم بنفسها وبتنام من التعب. وساعتها بنشوف أجني وهي صغيرة، والواضح انها مرت بطفولة مش لطيفة تماما، لأن في الحلم بيكون في شخص بيقول انها ممكن تعرف اللي قتله، بالذات ان الأطفال بيكون عندهم ذاكرة مميزة. وهنا بتصحى أجني من النوم وهي مخضوضة وماسكة سلاحها، ولكنها بتعرف انها كانت بتحلم. وتاني يوم بتروح علشان تقابل القائد في مكان سري، وساعتها بتسأله إذا كان لسه متضايق من ساعة اللي حصل للنورس، فبيقول لها القائد انه مش مهتم اصلا باللي حصل للنورس لانه كده كده مش العميل بتاعهم، ولكن متضايقة فعلا انها ما اهتمتش بالامر اللي قاله. وبيعرفها ان مجلس الامن الفيدرالي هم كمان مش ساكتين وبيفكروا انهم يغيروها بسبب اللي عملته. وبعدها بيقول لها على محتوى الفلاشة اللي لقوها واللي بيبقى فيها اسماء اكبر تجار اعضاء في العالم. وساعتها أجني بتقول له انها حسب ان اللي حصل في العميلة ده كان فخ، وانهم كانوا عارفين ان النورس جاي، ومش بس كده ده كمان في حد كان عايزهم يعرفوا المعلومات دي. فبيقول لها القائد انه ممكن يكون في خاين في الامن الفيدرالي، ولحد ما يعرفوا بيديها قائمة اسماء تجار الاعضاء الهنديين اللي في القائمة دي، واول واحد فيهم اسمه رودرا. وبيعرفها انهم كانوا على وشك القبض عليه زمان، ولكن للاسف هرب من ايديهم، ومن ساعتها ومحدش عارف يمسكه. اما التانية فهي روهيني اكبر زعيمة لتجارة البشر في الهند، واللي رودارا نفسه كان بيسمع كلامها في كل اللي بتقوله، وعلشان كده بيعرفها القائد انه رتب لها كل اجراءات السفر علشان ترجع للهند مرة تانية. وهنا أجني بتنفعل وبتفضل تترجاه انها مش عايزة ترجع الهند تاني، وبتقول له انه اكتر واحد عارف اللي حصل في الهند زمان واللي مرت بيه وهي هناك. بس القائد بيقول لها انه لما ربها كان عايزها تكبر وتبقى محاربة، وعلشان كده لازم تقوم بأي عملية بيأمرها بيها علشانه هو. وبيعرفها انها هتنزل الهند وهناك هتقابل فضل اللي بنشوفه وهو قاعد في مقر الشغل، وبيبعت له القائد الصورة بتاعت أجني. وساعتها فضل بيعترض على شكلها لانه بيكون فاكرها ضعيفة، وبيقول للقائد واضح كده ان الشغلانة لمت قوي. بس فضل بيغير فكرته دي تماما بمجرد وصول أجني ومحاولة حرامية في سرقة شنطتها، لانه ساعتها بيروح ينقذ الحرامية دول من ايديها قبل ما تقتلهم. وبعد ما بتقابل فضل بيتصل بيها القائد وبيديها اوامر بانها تجيب له كل المعلومات الممكنة عن خالد الحارس الشخصي الروهيني، لان عن طريقه ممكن يقبضوا على روهيني وكمان رودارا. وبعد ما بتقفل بتتكلم مع فضل وبتسأله عن رودارا، فبيقول لها فضل انه عارف قصته بالكامل، وبيحكي لها فضل ان من 25 سنة رودارا كان لسه صغير
صغير ومهتم جدا بالفحم وتجارته، ومن وهو صغير كانت بذور الشر والإجرام جواه، لدرجة إن لما أبوه حاول يمنعه من سرقة الفحم من القطر قرر إنه يقتل أبوه ويهرب. وبنعرف إن رودارا كان على علاقة بروهيني من زمان، وكانوا هما الاتنين بيكملوا بعض، لأنها كانت هي العقل المفكر اللي كانت بتجيب فلوس لرودارا، وهو العضلات اللي كان بينفذ كل الجرائم اللي بيتفقوا عليها. ومع الوقت شغل الاتنين بيكبر جدا، وبيعمل رودارا عصابة من الشباب اللي كانوا بيشتغلوا معاه في سرقة الفحم. ورودارا كان شخصية مجنونة ومتعطشة للدماء، وما كانش بيهمه بيقتل مين وازاي، المهم ان اي حد كان بيقف قدامه كان مصيره هو الموت. وبدأوا هما الاتنين مشوارهم في تجارة البشر، وبتكون هي دي قصة بناء امبراطورية رودارا وروهيني. القصة دي بتستفز أجني اكتر، وبتطلب من فضل انه يجهز نفسه لانهم هيتحركوا قريب جدا، بس بيقطع كلامهم زيرا بنت فضل اللي بتسلم على أجني، وأجني هي كمان بتسلم عليها. وبعد ما بتدخل بتسأل أجني فضل ازاي هيقدروا يوصلوا لخالد، فبيقول لها فضل انه مراقبه بقاله مدة كبيرة وعارف انه مدمن مراهنات، واكيد هيلاقوه في مكان من اماكن القمار، وفعلا بيقدروا انهم يحددوا مكانه. وساعتها أجني بتروح متنكرة على انها مصورة، وبيكون المكان ده بتاع رهانات على المصارعين. وفضل بيقول لخالد ان المصورة دي مشهورة جدا، وممكن لو صورته صورته هتنتشر وهيبقى مشهور. فطبعا بيرحب خالد بالفكرة وبيدخل في رهان، وبيطلب من أجني انها تصوره وهو بيفوز دلوقتي. ولكن غرور خالد مش بيكون في محله قوي، لان المقاتل بتاعه كان على وشك انه يخسر، لولا ان أجني انقذته بالمنشط اللي بتضربه به بالساعة بتاعتها، وساعتها بيبقى عنده طاقة عجيبة وبيقدر انه يفوز على المنافس. وبعدها طبعا خالد بيشوف نفسه وأجني بتبدأ تصوره، وبتطلب منه تليفونه علشان تصوره بيه، ولكنها بتاخد كل البيانات من علي وبتودعه هي وفضل، وبيمشوا وبتبعت أجني المعلومات دي كلها للقائد. والمعلومات اللي بتجيلها من الوكالة بعد كده هي عبارة عن صورة الفستان من فساتين روهيني، وساعتها بتعرف انها تدخل على روهيني على انها مصممة ازياء، وفعلا بتستقبلها روهيني بعد ما بيكون في حد وصل لها معلومات وشغل الأجني وبيعجبها كمان. واثناء ما أجني بتاخد مقاسات روهيني بيكون معاها دبوس على شكل كاميرا، وفضل بيتحكم فيها من بره المكان وبيطيره، ولكنه بيفقد السيطرة عليه وبيقع. وعلشان أجني تحتوي الموقف بتعمل نفسها شرقت وعايزة مية، وبتجري تاخده من على الأرض، وبتقول له روهيني ان الفستان بتاعها هيكون عندها في أقرب وقت. وبتخرج وهي متعصبة جدا على فضل بعد ما كان هيبوظ المهمة، ولكنها بعد ما بترجع معاه البيت بتجيلها زيرة وبتطلب منها انها تلعب معاها. وفعلا أجني بتلعب استغماية معاها، وساعتها بتفتكر لما كانت بتلعب مع والدها، واثناء ما كانت مستخبية سمعت ساعتها ضرب نار، وعشان كده بتتخض على زيرة وبتقول لها انها تعبت ومش قادرة تكمل. ولكن الواضح ان زيرة بتكون ارتبطت بوجود أجني جنبها، لانها بالليل لما مش بتعرف تنام بتروح لها، وساعتها بتبدأ أجني انها تغني لها اغنية الأميرة علشان تنام. وتاني يوم بيوصل القائد للمكان هو كمان، وبيسلم أجني الفستان اللي هتسلمه الروهيني، واللي بيكون موجود فيه زرار موجود فيه كاميرا علشان يكونوا مراقبين اللي روهيني بتعمله من غير ما تعرف. وبتكون روهيني عايزة الفستان ده لمقابلة واحد من أكبر المجرمين واللي بيمتلك مركز دعارة كبير جدا اسمه هارون. وفعلا روهيني بتروح له وبتقول له إن كل حاجة بقت تمام، وساعتها هارون بيقول لها إنهم كده هيبدأوا في جمع الزهور. فبتخرج روهيني من عنده، وبنفهم ان قصده بجمع الزهور دي انهم كده هيبداوا يخطفوا البنات والسيدات من كل مكان ويبيعوهم، وده عن طريق خالد اللي بيستلمهم بمركب بتكون جايباهم وعرضهم على الراجل بتاع هارون اللي بيبدا يعاينهم. وهنا فضل بياخد المعلومات دي وبيوصلها لاجني، وبيقول لها ان اللي بيقع الاختيار عليها بياخدها على المناجم كنوع من انواع الاحتفال. وساعتها اجني بتعرف انهم بيودوهم لرودارا، وعلشان كده بتقول ان خلاص المهمه دي جه الوقت انها تخلص، وعشان كده اجني بتطلب من فضل انه ياخد زيرة ويمشوا من هنا. وبتدخل أجني لزيرة علشان تودعها، وبيكون واضح ان هي كمان ارتبطت بيها جدا. وبتتحرك أجني فعلا وبتروح ضمن بيت من بيوت الدعارة، وبتقف قدام روهيني، وساعتها روهيني بتعجب بيها جدا وبتقرر انها تبقى من المختارين، وبتركبها العربية وبياخدوهم وبيروحوا بيها على المناجم. وهناك الرجالة طبعا بيكونوا حيوانات عايزين يفترسوا كل اللي بيجوا، من ضمنهم واحد حظه وحش، وبتقع أجني في سكته وبيبقى عايز يعمل معاها الدنيئة، ولكن هي اللي بتعملها معاه وبتتحرك علشان تجمع أكبر قدر من المعلومات، وبتقدر إنها تتأكد إن رودارا فعلا موجود. ولكن أثناء ما هي بتتجسس بيشوفها واحد من الحراس، ولكنها بتشتبك معاه وبتقتله. والناحية التانية خالد بيكون جمع هو كمان معلومات، وقدر يعرف إن اللي بيتجسس عليهم الفترة اللي فاتت دي كلها شخص اسمه فضل، وبيبلغ روهيني بكل المعلومات اللي عرفها. وساعتها روهيني بمنتهى السهولة بتقدر إنها توصل لفضل وزيرة. أما أجني فبتروح للقائد وبتعرفه إن مكان رودارا هو المناجم، وساعتها القائد بيقول لها إنه هيبعت معاها
القوات، وهي هتكون القائد، وبيقول لها انه معتمد عليها في المهمة دي اعتماد تام. اما الناحية التانية وبمنتهى الدم البارد واثناء مزيرة واقفة جنب روهيني اللي كانت بتتكلم مع فضل، فجأة بتخرج مسدسها وبتقتل فضل قدام بنته اللي بتفضل تعيط، واجن بتتولى قيادة الفريق بالفعل، وبتبدأ تديهم كل المعلومات اللي المفروض انهم يعرفوها، وبتقول لهم ان اهم حاجة لازم يعرفوها ان هدفهم هو رودارا، وبيتحركوا بالعربيات وبيوصلوا لمكان المناجم، ولكنهم قبل ما بيقتحموا بيتصدموا بحدوث انفجار كبير بيقلب العربيات، والواضح ان كان في خاين وصل لرودارا، ومن الواضح ان كان في خاين وصل لرودارا اللي كان هيحصل، وعشان كده عملوا لهم فخ. بس اجن بتنزل من العربية ومعها قوتها، وبتبدأ انها تتعامل مع كل الرجالة اللي هناك، بس الوضع بيكون سيء جدا، وبيحصل اقتحام للمكان السري للوكالة، وبيتقتل كل اللي فيه، وكمان هناك في المناجم تقريبا اجن هي الوحيدة اللي بتفضل عايشة والمجموعة كلها بتموت. بس اجن بتكون قوية كفاية لدرجة انها بتتعامل مع الباقي من قوة رودارا كلهم لوحدها، لحد ما بيظهر خالد وبيطلب من الرجالة ان محدش يلمسها لانها لوحدها، وساعتها بيدخلوا هما الاتنين في قتال عنيف جدا، وبيكون خالد قوي، ولكن اجن بتنجح في انها تخلع له عينه، وساعتها الرجالة كلهم بيدخلوا وبيفض القتال وبيبعدوا اجن عن خالد اللي بيقوم بعد اللي حصل له، وبيضرب اجن بالخنجر في بطنها، وبعدها بيحصل انفجار تاني كبير جدا بيفرق الكل عن بعض، وفي الوقت ده بيظهر رودارا وبيشوف اجن وهي مغمى عليها على الارض، وبيحصل ساعتها حاجة غريبة، وهي انها بيروح لها وبياخدها في حضنه، وبيفضل يغني لها نفس اغنية الاميرة اللي كانت اجن بتغنيها لزيرة، وساعتها بتفوق اجن وبتشوف رودارا في المشهد الغريب ده، وساعتها بترجع بالزمن لورا، وبتفتكر ان اللي قتل ابوها كان هو رودارا، واللي راح لها ساعتها وغنى لها نفس الاغنية بعد ما قتله. وبعدها رودارا بيختم المشهد العظيم ده بتوجهه مسدس ناحية صدر اجن وضربها بالنار، وبعد ساعات بتوصل طيارات الانقاذ يمكن يقدروا يلحقوا حد ينقذوه، وساعتها بيلاقوا اجن وبيقرروا انهم ياخدوها معاهم، يمكن يكون في امل انهم ينقذوها، وساعتها القائد بيرجع بالزمن لورا، وبنعرف ان القائد هو اللي اخد اجن ورباها بعد وفاة ابوها، وكان بيعتني بيها طول الفترة دي، وبنرجع للحاضر، وساعتها بنتفاجئ انهم قدروا فعلا ينقذوا اجني اللي بتفوق، وبتلاقي القائد جنبها، وساعتها بتسأله اذا كان عارف ان رودارا هو اللي قتل ابوها، وفعلا القائد كان عارف، ولكنه كان ما قالهاش علشان يحميها، وبيقول لها انه كلفها بالمهمة دي علشان فعلا تنتقم لابوها ويموت على ايديها. ومع الوقت بتبدأ اجن انها تتعافى من اصابتها، وبترجع لتمرينها ولكن بقوة، وبهدف انها تقتل اللي حرمها من ابوها، وبعد ما بتكمل تدريبها بالكامل بتقرر انها تتحرك لمكان رودارا لوحدها، وبتقتحم المكان وبتقتل كل الموجودين جوه، وبتبدأ بخالد، وبعدها بتدخل على روهيني اللي بتقتلهم بدم بارد، ولما تليفونها بيرن بترد وبيكون رودارا، وساعتها بتغني له اغنية الاميرة، ووقتها رودارا بيبان على وشه الصدمة الكبيرة، واجن بتوصله فعلا، وكان رودارا بيكون مستنيها وبيقول لها انه غلط لما سابها عايشة زمان، وساعتها هما الاتنين بيتقاتلوا مع بعض قتال عنيف جدا، ولكن اجن بتنجح انها تسيطر عليه فعلا، ولكنها قبل ما تقتله بيقول لها انهم مجرد عرايس، وفي شخص هو اللي بيحركهم، وبيموت رودارا وبيسيبها محتارة، وساعتها بتفضل اجن تفكر مع نفسها لحد ما بتوصل لاكبر صدمة في حياتها ان القائد يبقى هو الخاين، وساعتها بتروح له اجن وهي مصدومة ومش مصدقة انه يبقى هو اللي قتل ابوها، ولكن القائد بيقول لها انه كان متأكد انه هيكتشف وان هي اللي هتكشفه، وبيعرفها ان والدها كان معاهم في الشغل، ولما قرروا انه يسيبوا الشغل علشان يربيها خاف القائد انه يفضحه باللي يعرفه، وعشان كده كلف رودارا اللي كان لسه بيشق طريقه في عالم الاجرام بانه يخلص عليه. وهنا مش بتتردد اجن لحظة انها تخرج مسدسها وتوجه طلقة ناحية دماغ القائد علشان تبقى انتقمت من كل اللي كانوا السبب في قتل عيلتها. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده، ما تنساش فولو لايك والشير، وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن. والسلام.